من الطبيعي اليوم نشوف غضب وانتقاد من الناس بسبب الغلاء والفقر، لأنه الوجع حقيقي والبيوت تعبت والناس ما عاد فيها تتحمل، وكل مواطن من حقه يحكي ويطالب بحياة كريمة، لأنه الشعب السوري ما ضحى كل هالتضحيات ليعيش تحت ضغط الحاجة. لكن بنفس الوقت لازم نكون واقعيين. بلدنا طالع من حرب، بلد مدمرة، اقتصاد منهار، بنية مهدمة، وملايين الناس بلا استقرار. حتى الدول اللي ما مرت بحروب فيها فقراء ومشردين، فكيف ببلد مثل سوريا؟ ما في حكومة بالعالم بتقدر خلال فترة قصيرة تقضي على الفقر أو تأمن راتب ثابت لكل عيلة، لكن في خطوات إسعافية ممكن تخفف الألم لو توفرت، وأهم شيء الإدارة والتنظيم. رسالتي للحكومة: نحن ما منهاجمكم ولا نكسر الثقة فيكم، بالعكس تماما، نحن نطلب خطوات عاجلة بتلامس حياة الناس، مثل ضبط الأسعار ومنع الاحتكار والتلاعب بلقمة الفقير، دعم مباشر للعائلات الأشد فقراً ولو بمبالغ بسيطة، تأمين الخبز والدواء والمواد الأساسية بأسعار ممكنة، وصرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة مجانياً بموجب بطاقة صحية مثل ما كنا عاملين بإدلب سابقاً، تشغيل الشباب عبر مشاريع مؤقتة أو فرص عمل بسيطة، الشفافية مع الناس والحديث بصراحة عن الواقع والخطط المستقبلية. رسالتي للناس: الغضب مفهوم، لكن القسوة والتخوين ما بتبني بلد. نحن طلعنا ثورة لنعيش بكرامة، والكرامة بتعني إنه ننتقد بعقل، ونطالب بدون تهديم، ونصبر بدون سكوت عن الخطأ. وبدي أوجه رسالة خاصة لبعض المؤثرين: مو كل قصة مادة للترند، ومو كل صرخة لازم تتحول لتحريض لأن الناس تعبانة وما بدها مين يشحنها أكثر. بدها صوت عاقل يشرح الحقيقة ويقترح حلول بدل ما يصب الزيت على النار. بدنا نكون منطقيين وواقعيين. الحكومة مو عدو، والشعب مو عبء على الحكومة. نحن كلياتنا بمركب واحد، وإذا غرق هذا المركب ما حدا رح ينجو منه. الناس بدها أمل حقيقي ولو بخطوات صغيرة، خطوة تخفف الجوع، خطوة تفتح باب عمل، وخطوة تعطي إحساس إنه القادم أفضل. المرحلة صعبة، لكن بالعقل والتعاون ممكن نخففها، أما بالصراخ وحده أبدا ما بيتغير شيء.